مرحبا. اليوم نزلت لكم طريقة الهريسة اليمنية. الطريقة هي طريقة صديقة لي على الفيسبوك، شكرا جزيلا لها على الوصفة. أولا نخلط الكوب ماء وكوب ونص سكر وربع قالب زبدة وملعقة ماء الورد وملعقة فانيليا على النار، ونتركهم حتى يذوب السكر. ثم نخلط ملعقتين نشا مع شوية ماء ونضيفه على الخليط. ثم نضيف الصبغة ونتركها تغلي قليل. ثم نضيف الفول السوداني المخلوط مع الحليب البودرة، نخلطهم قبل ما نضيفهم على الخليط السائل. ثم نبدأ بالتحريك، نستمر في التحريك حتى يكون القوام مثل قوام العصيدة أو قوام جامد كما تلاحظوا بهذا القوام. ثم نضيف بعدها الملعقة والنصف كل من القرنفل والهيل، ونحرك. ثم نصبه في صحن ونتركه حتى يتماسك إلى اليوم الثاني. وهكذا أصبحت الهريسة في الأخير. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ولا تنسوا عمل لايك وسبسكرايب للقناة، وانتظروني في الفيديو الجاي.